ده الطبق بتاعنا يا جماعة. ده بسكوت جميل جدا وهش وبيبقى خفيف كده، يعني لزوم السقسقة كده. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعل أيامنا كلها خير إن شاء الله. البسكوت ده مختلف، مش زي بسكوت المقادير أو بالبيكنج باودر، لا ده حاجة تانية خالص، ويعني ناس معينة بتطلبه يعني. يلا نبدأ المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا 4 بيضات، والمقادير سهلة جدا وفي الخلاط، لا محتاجين بقى العجان ولا أي حاجة. 4 بيضات على كوباية ونص سكر، تمام. وطبعا مادام فيه بيض يبقى فيه فانيليا، هنضيف معلقة من الفانيليا السايلة. ومعانا هنا كيلو دقيق، عليه يعني نص معلقة بودر. معانا بقى كوباية لبن، بنضيف عليها معلقة ونص نشادر. بصوا يا جماعة، احنا ممكن نقلل النشادر بس هيطلع مكتوم من جوه، فالافضل يعني النشادر هو بسكوت نشادر. هي طبعا الملامح بتاعته مش هتبقي زي ما انتي بتقطعيه كده من الكيس الحلواني او بالمكنه، هو طبيعي هينفش شويه. ضربنا المقادير في الخلاط وضفناه على الدقيق اللي عليه البودر وذره الملح وكوبايه زيت، تمام. وهنقلب كده تقلبتين بالسباتيولا او المعلقه، وبعد كده اعمليه بايديكي، سهل جدا وسريع ومفيهوش اي حاجه. ولايك وشير معايا. وهنضيف اللبن اللي عليه النشادر، تمام. وهتلاقيه اختلط معاكي وسهل جدا، وما تضيفيش عليه اي حاجه تانية. هو يعني ولا تقولي بقى ده طري، لا استني شويه هتلاقيه يمسك نفسه، هتلاقيه يبدأ يتماسك من كيس الحلواني. ونزليه كده بالراحه، وابدأي ابرميه يديكي الشكل اللي انتي عاوزاه، تمام. وممكن برضو تشتغلي على المكنه بتاعتك بقمع برضو نفس الشكل كده، وما تقلقيش خالص. هو اصلا شكله لازم يتغير وينفش شويه عشان طبيعته هو كده، وبيبقى منتفخ شويه وجميل وخفيف. والف هنا وشفا، ويلا جربيه وقولي رايك فيه ايه. جميل وتحفه جدا ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. بصوا اللون بتاعه طالع ازاي. يلا جربيه وقولي رايك فيه ايه، يلا بسرعه اعمليه.